المعسلة رقم 1 زلابية مقرمشة معسلة حتى للقلب تاعها، تقعد اليوم الغدوة منين ذاك وتبقى مقرمشة بسر في واحد الملعقة فقط يغير لها القوام تاعها كامل. جا من لا فيديو نروح مباشرة المقادير وطريقة التحضير ونقولوا بسم الله على بركة الله. أول حاجة راح نديروها، عندي كاس تاع الماء اللي يكون دافي، الكاس تاع 220 مليلتر يكون دافي، ما هو سخون يعني مش سخون يغلي ولا دافي. عندي ملعقة صغيرة ما يعادل تقريبا 3 غرام تاع الخميرة، نصف ملعقة صغيرة تاع السكر، ما نكثروش فيها السكر بزاف باش ميجينيش اللون تاعها محروق، فهمتوا علاه؟ ما نكثروش فيها السكر، رشة ديروا رشة. نخلط المكونات حتى نحس بلي هذاك شوي تاع السكر ذاب مع الخميرة، ونخليهم واحد شوية يريحوا، مش نحوس عليهم يخمروا لكن يبداو يتفاعلوا مع بعضهم. وصفة مميزة اللي كامل نحوسوا عليها، قلت لكم نخليهم قلت واحد شوية. درك نوري لكم كيف غير يبدا يتفاعل، نسبة السكر والخميرة راهي قليلة خلاص، سريعة. زلابية اكسبريس نقولوا لها. هذه هنايا عندي كاس تاع الفارينة بنفس الكاس اللي ولا الكيلة اللي كنتو كيلتو بيها، راح نضيف عليه الملعقة السحرية وهي ملعقة تاع نشا البنات يمدلنا هذيك القرمشة اللي نحوسوا عليها. والزلابية عادة كاينين بزاف يعني اللي ما ينجحوش فيها تجيهم طرية، ولا يعسلوها الغدوة منين ذاك يلقاوها طرية خلاص. لا، هذه زلابية مقرمشة تبقى حتى اليومين البنات وهي محافظة على القرمشة تاعها. راح نضيف لها الرشة تاع الملح ونبدا نخلط المكونات كامل. هنايا كنت نسيت ما جبتش النص كاس الاخر تاع الفارينة. انا هذه المقادير مضبوطة، نوعية الفارينة اللي خدمت بها نوعية سفينة، مارك سفينة. راح نخلطهم كامل حتى يعني نتحصل على خليط متجانس خالي من اي تكتلات، طبعا يعني هذه معروفة للجميع. الخليط تاعها ما يجيش البنات ناشف، يجي نوعا ما مطاطي، ما يجيش كيما تاع البغرير وتاع الكخاب، يجي مطاطي اثقل منه. راح نوريكم القوام كيفاش لازم يكون. هنا هذاك النص الكاس نبقى نضيفه بالتدريج، تبقى هكا على حساب نوعية الفرينة تشرب ولا ما تشربش. هذه النوعية تاع السفينة شوية ما تشربش بزاف، رايحة انا دات لي كاس ونص مع الملعقة تاع المايزينا. انت ديري الملعقة المايزينا اكيد بعد ما ديري الكاس، واللي اكثر منه تبقى يضيفي فيه بالتدريج، هذاك النص كاس ضيفيه بالتدريج. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. راح نضيف الكاس كامل، نص الكاس عفوا، هذاك النص كاس تاع يعني خذات لي كاس ونص فرينة. نخلطها مليح تجي قلت لكم قوام اللي هو مطاطي، تحسوا فيها العلك كيما نقولوا العلك هكا، تكون لنا هذيك الفرينة العلك اللي فيها. نخلطها مليح اكيد. هذا هو القوام تاعها، يتقطع بهذه الطريقة، ماشي جارية ماشي ليكيد كيما البغرير وكيما الكخاب. عندي هنا الزعفران، راح الان نلونوها. وش هي البنات، انا كي نخليها تخمر نخليها تخمر غير مع الزعفران، لانه الزعفران يطول باش يتحل ولا ما ياثر ليش، يعني كي نخليه يخمر يتفاعل مع الخميره. ما عندكش الزعفران وراح ديري الملون، خليه من بعد ما تختمر، ما يضركش كامل، ما يضرش ولا يعني هي يعني حاجه صغيره، مش راح تضر في الكونتيتي اللي راح نديروها. مثلا احنا مش راح نديرو كميه اللي تهلك لك تهلك ولا، فهمتوني؟ عادي زلابيه يا اخي كل رمضان ناكلوها، ما كانش لي مرض ولا حاجه، فهمتوني؟ رايحه نخلطها مليح، هذا هو اللون اللي راني حباته. من بعد كي تختمر نشوف اللون تاعها، نقدر نغيره لها يعني يولي البرتقالي ولا نخليه اصفر. كاينه زلابيه القارص البنات، ان شاء الله الا كتب ربي نشاركها معاك، رانا نقولوا الا كتب ربي. زلابيه الليمون، زلابيه العظام، زلابيه بوفاريك، زلابيه يعني الجزائر الله يبارك مشهوره بها، في كل ولايه مشهوره بنوع تاع زلابيه. بعد ما فاتت نص ساعه تماما، رايحه نضيف عليه واحد الرشه تاع ملون احمر باش تمدلها داك اللون البرتقالي. كي تشوفوها هاك، شوفوا البنات كيف دارت الخيوط هذيك تاع الاختمار، يعني كميه الخميره كانت غير شويه. تقدروا ديروها البنات في الثلاجه تخمره، اذا كنتي مزروبه مثلا درتيها الصباح وراح تقليها في العشيه، تحبيها زلابيه تحبيها سخونه.
ديريها في الثلاجة ديما كيما عودتكم، كيما البغرير كيما هذا، وخلاص هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. كي طيب راه يتبدل اللون تاعها، مش هذا هو يبقى خلاص. عندي هذه القرعة تاع الليزيز، عندي قطعية وانا نغسل فيها، ملي نغسل الماعن نجبدها نغسلها باش تروح منها هذيك الريحة، ورايحة نعمرها. هنايا تبقى اختياري على حساب الحجم تاع الزلابية، اكيد ما ديروهاش خشينة بزاف وما ديروهاش رقيقة خلاص. انا هذا راح نديرلكم واحد لاستيس هنا كيفاش تجيكم تحبوها رقيقة ولا خشينة بنفس القارورة بعد ما توسعوا في الثقب تاعها ما حتى حاجة. نبدا مباشرة نخدم بها. انا حطيت الزيت يسخن على نار اللي هي هادئة جدا، هادئة كيف نقولكم البنات، ورايحة نبدا نشكل الزلابية. حبيتيها تجيك شوي خشينة، دوري القرعة تاعك غير بشوية وضغطي تنزلك تجي خشينة. حبيتيها رقيقة سرعي يدك وضغطة تكون شوية خفيفة تجيك زلابية تاعك رقيقة، فهمتوني؟ كاينة هذه وكامل ما تجيش معجنة، وكاين اللي تحبي تسيباريها على بعضها يجيو العراف تاعها بعاد على بعضهم، فهمتوا؟ بشوي بشوي يعني يدك تمشي وانتي توالفي بيها، ما تخافوش برك، ليسانسيال محاولة. السر في القرمشة هذاك الملعقة تنشا، والسر الثاني انك طيبيها مليح، تعطي لها وقتها في الطياب، ما طيبيهاش بزاف تجيك شويه تتعلق، طيبيها بزاف تجيك مقرمشه البنات ما شاء الله. من بعد راح تسمعوا القرمشه تاعها نخليها لكم تسمعوها. شوفوا البنات هنايا دوروا بسرعه وباعدوا بيناتهم، صافي نمدلكم جميع يعني واش تقدروا ديروا. ملي تنشف فقط تشيح برك من تحت نقلبها ونبقى هكاك البنات. انا شوفوا النار كيف راهي تحتها، نار اللي هي هادئة، ونخليها تتحمر يعني تاخذ وقتها في الطياب مليح مليح حتى تولي يابسة. في العسل مباشرة، العسل انا استخدمت عسل المرجان ولا جرجرة مرجان، ليسانسيال العسل تاع السوق. نحطها مباشرة في العسل، نغطسها كي نشكل انا هذه الحبة نروح نحي الاخرى خاطر تشرب العسل بزاف خلاهي اصلا تجي مثقوبة. هاكم تشوفوا هذو ثقوبة هنا اللي تشكل فيهم يعدي كيما تيوات مباشرة العسل للداخل، ونحطها في الكسكاس تقطر. ان شاء الله يعني راكم فاهمين عليا كامل وش قلت لكم. مكا اسهل منها، مقادير جد بسيطة. جيبي قرعة هذيك تاعك ليزيز اغسليها وخليها قدامك، ما تحبي ديري زلابية ديري في القرعة ويلا بعد وهي سخونة تاكليها وهي سخونة، اسهل منها مكانش. شوفوا البنات قلت لكم كي تحبوها خشينه تبقاو تضغطوا ومشيو يدكم بشويه تجيكم العراف هذوك خشان. ولا حبيتيها رقيقه رقيقه مشي بسرعه، دوري بسرعه. نأكد انها طيبه مليحه. هنا راني مسرعه الفيديو، راني نحذفه باش يعني نكونوا متفاهمين، راني مسرعه وراني نحذف، انا راني نخلي فيها يعني الطيب باش ما نطولش عليكم فقط الفيديو. هايلة هايلة وخلاص. العمل فيها متعة يعني، شتو كديروا حاجة هك تاع اليد مكانش أحسن منها صدقوني صدار. هذا هي زلابيتنا لنهار اليوم، وصفة رائعة ناجحة 100%. إن شاء الله كامل تجربوها، شهيتكم في الجنة. اللي تجربها ترجع تخلينا تعليق هنايا باش البنات كامل يجربوها. راح نخليكم مع الصوت تاع القرمشة تاعها. واللي مازالت الفيديو لحد هنايا معايا نقولها شهيتك في الجنه. حبيبتي معليش تضغطي على زر لايك فضلا وليس امرا، واللي اول مره تزور قناه نقولها اشتراك وتفعيل زر الجرس باش تتحصلي بالجديد ان شاء الله، لانه مازال غير جديد والمفيد باذن الله. نخليك مع هذا الصوت وهذه المقاطع. شوفوا البنات هنايا برك حاجه حابه نقولها لكم، زلابيه البنات كي تضغطوا عليها تتكسر، تحسوها تكسرت تطرطق ماشي لاويه يعني تبقى تعلك معاكم مطاطيه. الله يبارك، وصفة ناجحة أكيد لازم تجربوها وترجعوا لي الأخبار هنا في التعليقات باش كامل يتشجعوا ويديروها. وسلام إلى فيديو آخر إن شاء الله.